تعليق عاجل من البدري فرغلي بعد إحالة حكم العلاوات الخمسة. أعرف التفاصيل. قامت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإحالة الدعوى الخاصة بتفسير حكم ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في صرف العلاوات الخاصة إلى هيئة مفوضي الدولة. وأشارت الحكومة في قرار لها إن الهدف من إحالة الدعوة إلى هيئة مفوضي الدولة هو الاعتدال والإعداد للتقارير الشاملة بالرأي القانوني في ذلك ولإثبات طلبات التدخل بالإضافة إلى إثبات الطلب الجديد المقدم بشأن الصيغة التنفيذية للحكم لأصحاب المعاشات. ومن جانبه حضر البدر فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الجلسة وقدم 3 مذكرات للمحكمة تحتوي على الحكم أن يتم تنفيذه على 50% من المستحقين. وقد أكد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات إن الآلاف من كبار السن وخاصة الذين خرجوا على المعاش قبل 2006 حضروا هذه الجلسة أيضا، ونوجه لهم الشكر الكامل. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الخبر. طبتم وطابت أوقاتكم، نلقاكم دائما في أفضل صحة وحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.